مرحبا أحبتي، راح أفتتح الفيديو بأروع لون بالنسبة إلي اللي هو البنفسجي، وخاصة لو كان هو ورد وينكل. الجلاج هو نوع من أنواع الحلويات التركية، كلش سهل وسريع وبسيط ولذيذ بنفس الوقت، ويتقدم بطريقتين، يا إما محشي أو بدون حشوة، بس أهم شي يكون بارد. المقادير اللي استخدمتوها، أنا أخذت 300 جرام من الجلاج مع لترين إلا ربع من الحليب. أضيف السكر حسب الرغبة، أنا استخدمت سكر مكعبات، تقدرون تستخدمون سكر طوز وبس لا أكثر. هاي المكونات الاعتيادية. أما اللي بالحشوة ف3 جلاصات حليب، معلقتين من النشا ومعلقتين من السميد الناعم، و3 ملاعق من السكر، ومعلقة كبيرة من الزبدة، مع شوية ملح وشوية هيل. ومن الأطعام المحبذة اللي تستخدم بهذا الحلو هو ماء الورد، تاخذون تقريبا 3 ملاعق إلى 5 ملاعق. وللتزيين ورد مجفف قابل للأكل ومكسرات إذا تحبون. حبيت أشوفكم ورقة الجلاج اللي ما يعرفها، هذا شكلها. هي ما بها لا طعم ولا بها رائحة، وهي من تكون يابسة تتكسر بهاي الطريقة. بالبداية جبت جدار 2، واحد للحليب حتى نسقي الجلاج، وواحد للحشوة. حتى الجلاج يصير بينه طعم ويصير طري لازم نضيف حليب وشكر وماء ورد. وهسه راح أعمل الحشوة، أخلي المكونات كلها وأخلطهم على البارد. راح أحول الحليب على الطباخ. بالبداية انتظر الشكر إلى أن يذوب ويكون النار ناصي مو كلش عالي، وأحاول أبقى أخلط، خاصة القشطة اللي حتكون داخل الجلاج. بعد ما ثخنت الحشوة أو نسميها القشطة، راح أضيف الزبد والملح والهيل. القشطة عندي اكتملت، وهذا قوامها، مو ثخينة كلش ولا خفيفة. راح أضيف عليها ماء الورد. ماء الورد حسب ما أنتم تحبون، أنا خليت تقريبا بحدود 3 ملاعق من ملاعق الطعام، تحبون إلى 5 ممكن تضيفون. أرجع أخلطها خلطة سريعة وأتركها على صفحة إلى أن تبرد حتى أقدر أحشيها وسط الجلاج. الجلاج إذا تحبون تبقونه دائري مثل ما هو شكله، اختاروا صينية دائرية وضيفوا عليه الحليب، وتقدرون تقصونه على حجم القالب اللي عندكم مثل ما أنا عملته. أول خطوة غسلت إيدي لأن راح أشتغل بيهم. مثل ما كتشوفون خليت شوية من الحليب بالبايركس، وخليت نص ورقة الجلاج على قياس القالب، وأرجع أخلي مرة ثانية طبقة من الحليب، وأخلي ورقة من الجلاج، وهكذا إلى أن أصل إلى نصف الكمية. وهسه راح أضيف الحشوة. شوفوا قوام الحشوة اللي عندي، هي مو ثخينة يعني مو سميكة. إذا أنتم تحبون تكون كلش سميكة، ضيفوا معلقتين من النشا على الخلطة. عملتوها خفيفة حتى أقدر أفردها براحتي بهاي الطريقة وبكل سهولة مثل ما تشوفون بالسباتيولا. وثاني شي حتى تكون سلسة بالأكل، ما تكون سميكة وما تناسب الجلاج، بس تبقى أنتم وذوقكم، اعملوا اللي تحبونه. هذا شكل الحشوة بعد ما فردتوها وعدلتوها بالسباتيولا. وراح أكمل طبقات الجلاج اللي بقت عندي، ومثل ما عملت بالبداية هم أخلي طبقة جلاج وأخلي عليها حليب، وارجع طبقة ثانية وأخلي عليها حليب، وهكذا. إذا الحليب صار بارد عندكم ارجعوا حمونه شوية، لأنه لازم يكون الحليب واصل درجة الغليان. إذا تحبون فوق الحشوة تضيفون بعض المكسرات ضيفوا، ماكو مشكلة، ويصير طعمها أطيب أكيد، بس أنا راح أخلي بالوجه فما خليته بالداخل. وعندي ملاحظة ثانية، إذا ما تحبوها لينة كثير وحليبها كثير، قللوا الحليب، اعملونه 1.5 لتر، فراح يكون عندكم الجلاج متماسك أكثر،
ما يكون لين. وبهذه الطريقة بالمعلقة أو بالسكين اسحبوا الحافات شوية حتى يدخل الحليب، ولو أنا سقيتوها كثير حليب لأن نحبها كثير لينة. مع هذا اعطوه مجال حتى الحليب يدخل بين الطبقات. تركتها بدرجة حرارة المطبخ إلى أن بردت تماما، وبعدها دخلتوها للثلاجة لمدة ليلة كاملة. بس ماكو مشكلة إذا انتظرتم عليها 3-4 ساعات، مو إلا ليلة كاملة. إذا انتبهت بشلون أوراق الجلاج شربت الحليب تقريبا صار الوجه منشف. ثاني يوم طلعتوها من الثلاجة كلش باردة، حبيت أزينها كإضافة من عندي لا أكثر، فاخترت هذا النوع من وزينت الوجه حتى أضيف جمال للشكل الخارجي. هاي الفقرة اختيارية ممكن تستغنون عنها. أنا حبيت أزين بالورد المجفف، وهمين هذه اختيارية ممكن تستغنون عنها. أنا رشيت شوية فستق على الوجه، إذا تحبون غير مكسرات ممكن تضيفون، أو ممكن تحبون فراولة أو موز أو أي نوع ثاني تحبون تزينون بينه ويعطي طعم إضافي. الشغلة الحلوة اللي بالجلاج إنه تقدرون تتحكمون بشكلها وتقدرون تتحكمون بالطعم، يعني تحبون تضيفون أي شيء هو يقبل الأطعام والنكهات اللي أنتوا تريدوها. خلصت فيديو اليوم، أتمنى تكونون حبيتم الطريقة، وأتمنى يكون الفيديو كلش خفيف عليكم مثل ما الطريقة كلش خفيفة وسهلة. اللي ساكن بتركيا وما مجرب الجلاج أتمنى يجربه، واللي بخارج تركيا أتصور يشوفوها بالماركتات التركية. الترتيب دائما مطلوب وتنسيق الألوان جذاب أكثر. بما أنه زينت الجلاج بالورد البنفسجي فحبيت أنسق باقي الأشياء، فاخترت عصير التوت والقاعدة والصحن. أتمنى أنه يعجبكم ذوقي. هذا شكل الجلاج من الداخل، طعمه جدا لذيذ، وأنا خليت حليب زيادة وصار بهذا الشكل كلش طري. إذا عجبكم الفيديو أتمنى أن تشتركون بقناتي وتدعموني حتى أكبر بيكم أكثر وأكثر، وأشوفكم بفيديوهات جاية. مع السلامة.